السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جماهير نادي الزمالك في كل مكان، اهلا بيكم. هنتكلم دلوقتي عن اخر اخبار نادي الزمالك، اخبار ناريه. زي ما هنتكلم اول حاجه عن مفاجاه ناريه، راح وصول عرضين رسميين لزيزو من اجل الرحيل من نادي الزمالك جوات صيفيه. وهنتكلم برضو عن رسميا الزمالك انهى مفاوضته مع مهاجم سوبر ودبابه. وهنتكلم برضو عن ثلاث حراس مرمى الزمالك بيختار ما بينهم عشان بنسبه كبيره عواد خارج نادي الزمالك في الصيف. اول حاجه هنتكلم عليها ان زيزو فعلا رسميا جاله عرضين من تركيا، في عرض فيهم اتباع عن طريق الايميل، شوفوا هل نادي الزمالك منفتح مثلا ان هو ممكن يخرج زيزو ولا لا في الصيف. وتاني عرض رسميا في القاهره بيتفاوض مع نادي الزمالك، بيشوف نادي الزمالك ايه هيتفاوض معاه ازاي وممكن نتفق على ايه. هنتكلم برضو عن العرض اللي جه مصر بيتفاوض مع الزمالك، هو عرض من فريق ادنى سبورت التركي. الفريق يا جماعه فعلا بعد وكلاء ليه وبيتفاوض مع نادي الزمالك، بيشوفوا هل نادي الزمالك عنده قابليه ان هو يبيع اللاعب ولا لا، ولو كده في نيه هيتفاوضوا بقى على السعر والكلام اللي هو ايه اللي احنا عارفينه دون. اما العرض الثاني فهو من فريق فنربخشة التركي. زي ما احنا عارفين يا جماعه ان زيزو جدد عقده 3 مواسم وهينتهي في موسم 25 الجاي، يعني زيزو الموسم الجاي واللي بعده ويحق له ان هو يرحب ببلاشه. الزمالك بيفكر هل هيبيع زيزو ولا لا. فريق ادنى سبورت التركي ما بعتش اللاعب، بعتش الوكيل بتاعه لما اتاكد ان زيزو عنده النيه ان هو ممكن يمشي في الصيف. كلام ان زيزو عنده قابليه ان هو يرحل وعايز يرحل فعلا من نادي الزمالك في الموسم الصيف الجاي، والوكيل بتاعه يشوف الدنيا وكده. لكن العرض الثاني ده عرض بالجيميل عادي، بيتفاوضوا عن طريق جيميلات والكلام دون. هو هيبقى عرض كبير، يعني عرض برقم كبير. فنادي الزمالك زي ما احنا عارفين ان هو بيمر ازمه ماليه، فهل نادي الزمالك هيفكر ان هو يمشي زيزو ولا لا؟ فدي حاجه غريبه. فنادي الزمالك فعلا بيفكر ان هو يمشي، بيفكر في ان زيزو ممكن يرحل عشان فلوس الصفقه تبقى تبقى ضخمه وكبيره. وبيقول لك ان هي ممكن تحل بنسبه كبيره ازمه نادي الزمالك. ونادي الزمالك فعلا لسه بيفكر، يعني هو مش اكيد لسه بيفكر ويشوف اللاعب، بس اللاعب عنده النيه ان هو يرحل. هو في طلب من اداره نادي الزمالك ان هم لازما يرفضوا ان هو حد يتكلم مع زيزو اصلا. يا جماعه زيزو يعتبر زيزو ده اكتر لعيب شايل الزمالك الفتره دي، يعني كان الاول عندك زيزو والونش وامام عاشور، فانت مش امام عاشور، وده حاجه غلط جدا وحاجه كارثه اصلا المفروض ما تحصلش. ان الفريق كله يبقى معتمد على 3 عناصر، فانت تمشي له عنصر منه نص الملعب، بوظت نص الملعب واللعيبه كلها اللي جت كسر. ولا السيسي ده نافع، ولا رؤى نافع، ولا بالحاج عارف يعمل حاجه. هو بالحاج فعلا، هو بالحاج ما خدش فرصه، بس مش عارف، هو الفريق جاي في فريق منهار. فانت يعني رجاء من اداره نادي الزمالك وامير مرتضى والناس اللي ماسكين الملف دوت، ارفض عرض رسمي. يعني انت المفروض ترفضه، ما تفكرش فيه. انت لسه هتفكر تقول انا عندي ازمه ماليه، ممكن اقعد اعلي في السعر لحد ما اوصل للرقم اللي انا عايزه. يا جماعه بالعقل زيزو خط احمر، يعني زيزو المفروض ما يمشيش، مش عشان حاجه، عشان هو مش عشان مثلا ايه لا احنا مش عايزين مثلا زيزو يحترف، لا هو ما فيش غيره، يعني هو ما فيش غيره. هو حاليا في الزمالك اللي شايل الفرقه وبيحاول بيعمل. يعني زيزو ده احنا اخر مره بنشوفه بيلعب نص ملعب، بيلعب مركز 8 وبيلعب بلاي ميكر وبيلعب جناح يمين وجناح شمال، اللي شايل لك الدنيا كلها. فالمفروض اداره الزمالك ترفض عرض رسمي بس كده. فاحنا برضو مستنيين رايكم هل الزمالك فعلا هيمشيه عشان الازمه الماليه ولا لا. عواد يا جماعه رسميا، عواد بشبه رسمي ان هو خلاص بيقول لك انا همشي من نادي الزمالك، انتوا عايزين تقللوا عقدي. تاني حاجه انتوا قاعدين لي احتياط، يعني انا قاعد بره على الدكه وعايزين تقللوا عقدي. فهو اتضايق جدا من الحوار ده، وابلغ نادي الزمالك ان هو اخر الموسم، يعني اخر الموسم خلاص، هو اللي فاضل له تقريبا 8 ماتشات والموسم يخلص. قال لهم لو مشكلتي ما اتحلتش ومرتبي لو ما اتجددش بنسبه سعر اكبر فما يقلش، يا اما كده يا اما هرحل. وكمان ان هو حوارات برده دايره ان هو عايز يلعب اساسي، يقول لك انا بقالي فتره كبيره قاعد احتياطي، واوسوليو معتمد على محمد صبحي بنسبه كبيره زي ما احنا شايفين الفتره اللي فاتت. فنادي الزمالك حس ان عواد اللي هو مصمم على رايه، فدخل في 3 صفقات اختار ما بينهم. اول صفقه عمر رضوان حارس صلاح الجيش، وتاني حارس الزمالك دخل فيه احمد ميوب حارس غزل المحله. ثالث صفقه الزمالك دخل فيها عبد العزيز البلعوط حارس ام. وهو الزمالك دخل في مفاوضات من 3. فالاول هم الزمالك بيشوف عرض 3 ملفات على اصوليو، بيختار ما بينهم عشان ترقب ان عواد هيرحل ايه في الصيف. فانتوا شايفين هل الزمالك فعلا، هل عواد فعلا هيمشي؟ فبنسبه ان هم متاكدين ان بنسبه كبيره عواد هيمشي. فدول ال3 حراس، ولسه هيختاروا بينهم بعد الرجوع للاصولي الاول. هنتكلم دلوقتي عن اخر خبر ان في مصادر من داخل نادي الزمالك ان في مفاوضات مع اللاعب بابا يا جماعه، هيفرق جدا مع الزمالك. وهو لاعب فريق يان افريكا، مهاجم كونغولي اسمه فيستون كالالا، لاعب مهاجم نادي يان افريكا. هو بروفايل مهاجم سريع، وبيقول لك بيلعب بدماغه كويس، و28 سنه، يعني مش سنه كبير قوي ولا صغير قوي، يعني سنه مناسب. ولعب برده احصائياته كانت حلوه، لعب اخر 16 ماتش ليه جاب 13 جون وعامل 3 اسيست، ارقام حلوه. وهما بيقول لك ان هو مهاجم سريع
وبيلعب في مساحات ضيقه يعني عادي، اللي هو ايه مش مهاجم يعتمد على السرعات ايه لازم مساحات فاضيه، لا بيقول لك مهاجم بينزل يلعب بالكوره وبيلعب محطه كويس براسه والكلام دوت. فهو مهاجم بنسبه كبيره يعني بنسبه كبيره مهاجم لو جه الزمالك هيفرق، وأوسوريو موافق عليه وقال لك هنسب طريقته والكلام دوت. زي ما احنا عارفين يا جماعه ان كده كده سامسون اكينولا ده مهاجم ما جاش اصلا الزمالك عشان يرحل، وهو كده كده ماشي. ويوسف الجزيري احنا شايفينه ساعه ماتش يقعد يلعب لك مثلا ماتشين ثلاثه في العالي وماتشين ثلاثه في مش موجود خالص معانا. فدي فعلا يا جماعه الزمالك لو تمها تبقى صفقه سوبر ليه، وصفقه هتفرق جدا في هجوم نادي الزمالك. بس يا ريت المهاجم ده يجي وزيزو يبقى موجود، وندعم مثلا ان فعلا بيقول لك في كلام اخر كلام ان امام عاشور هيرجع والكلام دوت. فلو الكلام ده فعلا جد امام عاشور يرجع، ويا ريت لو ده الزمالك تجيب طارق حامد وتحل ازمه نص الملعب، يبقى عندك مهاجم كويس، جناح كويس، وشلبي ربنا ينفخ في صورته ويلعب معانا كويس، وامام عاشور وطارق حامد نظبط الدنيا. يعني هتبقى صفقه حلوه جدا نادي الزمالك. برده كل دي اخبار برده يا جماعه مش مؤكده بنسبه 100%، بس ده اللي داير الفتره دي. يعني زي ما احنا عارفين في اشاعات كتير بتطلع عن نادي الزمالك، بس دي اكتر مواضيع موثوق فيها، اكتر مواضيع شفناها هامه جدا نتكلم فيها. بس كده يا جماعه ده كان اخر كلام النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.